في يوم 3 يونيو سنة 1806 أصدر السلطان العثماني سليم الثالث فرمان بعزل محمد علي باشا من ولاية مصر ونقله لولاية سالونيك في اليونان. الفرمان ده كان صدر بضغط من بريطانيا على السلطان العثماني، وده لأنها كانت شايفة إن محمد علي بيهدد مصالحها. الفرمان اللي جه بعد سنة واحدة من تولي محمد علي حكم مصر، يعني محمد علي ما كانش لحق يهدد مصالح أي حد، لكن بريطانيا كانت بتبص لقدام جدا، وكانت عارفة ان محمد علي قادر انه يغير خريطة المنطقة كلها، وانه مش بس هيهدد مصالح بريطانيا، بالعكس ده قادر انه يهدد بقاء السلطان العثماني نفسه ويبقى خطر على الدولة العثمانية كلها. لان محمد علي دخل مصر مجرد جندي عادي ضمن القوات الألبانية اللي وصلت مصر لمقاومة الحملة الفرنسية، لكنه قدر في 4 سنين بس انه يزيح كل المنافسين من طريقه ويبقى هو الوالي في بلد فيها صراع سياسي استمر لسنين طويلة. وانت بتتكلم عن قوة عظمى زي بريطانيا وفرنسا والدولة العثمانية نفسها وأمراء المماليك اللي بقالهم سنين بيتنافسوا على العرش في مصر، لكن محمد علي قدر انه يتغلب على كل دول في 4 سنين بس. وفعلا بعد سنين طويلة بريطانيا طلع عندها حق، لان محمد علي قدر انه يحارب الدولة العثمانية ويهزمها في معركتين، وهما معركة نزيب ومعركة كونيا، والمعركتين دول بالذات بيخلوا تركيا تتضايق لحد النهاردة، لدرجة انهم اجبروا السلطات المصرية ايام الملك فاروق انهم يشيلوا لوحتين بيتكلموا عن المعركتين دول كانوا على تمثال ابراهيم باشا في ميدان الاوبرا في وسط البلد. مين بقى هو محمد علي، وعاش ازاي قبل ما يجي مصر، وعمل ايه مع السلطان العثماني لما عزله، وازاي قدر يتخلص من المماليك، ازاي قدر انه يزيح كل المنافسين في 4 سنين بس، وهل محمد علي كان راجل عظيم ولا كان بيسعى لمجد شخصي؟ هو ده اللي هنتكلم عنه في فيديو النهارده. في الفيديو ده هنفتح